مساء الخير عليكم. في فيديو النهارده مفاجأة كبيرة في حفلة خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام بحضور نادر لعمة العريس سارة بنت الفنان الكبير عادل إمام. وحقيقة حضور الفنان عادل إمام لحفلة الخطوبة هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. شهدت أسرة الزعيم عادل إمام خطوبة حفيده عادل ابن المخرج رامي إمام على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها فريدة أشرف، وهي مدربة لياقة بدنية، وده في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العريس وأسرة العروسة وبعض الأصدقاء المقربين. وشهد الحفل ظهور نادر لسارة عادل إمام، وسارة مش بتظهر إلا قليل جدا سواء في المناسبات الفنية أو العائلية أو حتى على السوشيال ميديا. وظهرت سارة في حفلة الخطوبة في إحدى الصور مع العروسة وأختها. وسارة هي تاني أبناء الفنان عادل إمام، وهي ما اتجهتش للمجال الفني زي إخواتها، وحتى في المهرجانات والمناسبات العائلية مش بتظهر ليها أي صور. أما بقى عن حضور الزعيم عادل إمام لحفل خطوبة حفيده، فما أعلنتش أسرة الزعيم عادل إمام إذا كان حضر الحفلة ورفض التقاط صور ليه أو الظروف الصحية هي اللي خلته ما يحضرش الحفلة. والجدير بالذكر هو إن عادل رامي إمام احتفل السنة دي بتخرجه من الجامعة الأمريكية اللي درس فيها في قسم الإخراج، وسبق وأخرج فيلم ليه أثناء دراسته. وعادل رامي إمام هو الحفيد الأكبر للنجم عادل إمام، وسبق واتكلم عن جده عادل إمام وقال إن هو من أول الداعمين ليه، وإن هو حب الفن من خلاله وكان بيروح معاه مواقع التصوير. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.